كثير من الناس اليوم يعتمدون على أدوية النوم كي يغلقوا أبواب التفكير ويهدأوا قليلا ويستسلموا للنوم. لكن الحقيقة العميقة التي لا يخبرنا بها هي أن النوم قدرة فطرية فينا خلقنا الله بها. النوم لا يحتاج إلى دواء، بل يحتاج إلى أمان داخلي، إلى راحة في الجسد وهدوء في الذهن وإذن من القلب بأن كل شيء بخير. هذا التأمل ليس بديلا مباشرا عن الأدوية، لكنه وسيلة تدريجية لتذكير جسدك وعقلك كيفية الدخول إلى النوم الطبيعي برفق، بدون مقاومة، بدون خوف. خذ هذا الوقت كهدية لنفسك. لا تحكم على نفسك ولا تتوقع شيئا، فقط استرخي واترك التأمل يقودك بلطف نحو الراحة والنوم العميق. الآن سنبدأ التأمل. اجلس أو استلقي الآن في مكان هادئ حيث لا يزعجك أحد. أغمض عينيك برفق وابدأ في ملاحظة أنفاسك. خذ شهيقا بطيئا وازفر بهدوء. مرة أخرى شهيق وزفير. ومع كل زفير تخيل أنك تخرج كل التوتر، كل الضغط، كل الخوف من عدم النوم. خرج كل التوتر والضغط والخوف من عدم النوم. والآن دعنا نبدأ في تهدئة جسدك. ركز على قدميك. تخيل أن طاقة دافئة ناعمة تلامس قدميك وتجعلهما يشعران بثقل لطيف. ثم انتقل إلى ساقيك، دعها تسترخي إلى ركبتيك، وفي نفس الوقت حس بالحياة التي بداخلك. استرخي فخذيك وكن واعي بالحياة التي في فخذيك، وأنت تطلع بوعيك إلى كل عضلة في جسدك، إلى بطنك، إلى صدرك. اسمع دقات قلبك. استرخي، جسدك يسترخي الآن. اسمح لنفسك بالاستسلام وخذ نفس عميق. لا حاجة للمقاومة، لا حاجة للسيطرة.
تخيل الآن جسدك يدوب برفق على السرير، كأنك تنغمس في حضن ناعم وآمن. خذ نفس عميق. والآن لنهدئ العقل. كل فكرة تأتي فقط راقبها، لا تتعلق بها. كل فكرة تأتي فقط راقبها، لا تتعلق بها. تخيلها سحابة تمر في السماء، وأنت تبتسم لها وتدعها تمر. الآن كرر داخلك بصوت هادئ: أنا في أمان. جسدي يعرف كيف ينام. عقلي يسمح لي بالهدوء. وأي فكرة تأتي دعها تمر مثل السحابة في السماء، واسمح لها تحيي. عقلي يسمح لي بالهدوء. أنا أستحق أن أرتاح. النوم يأتي إلي بلطف. تخيل أنك في مكان طبيعي تحبه، ربما شاطئ وربما غابة أو سرير طفولتك. اشعر بالأمان، واشعر بأن كل شيء بخير الآن. ومع كل نفس تغوص أكثر في الاسترخاء. ومع كل دقيقة تمر يقترب جسدك من النوم أكثر فأكثر، حتى لو لم تنم الآن هذا وقت للراحة. الراحة تفتح لك بابا. لا تستعجل، لا تحكم، فقط كن هنا والآن. أنت تسترخي وتسترخي. تنام كالطفل سريع. كثير من الناس اليوم يعتمدون على أدوية النوم كي يغلقوا أبواب التفكير ويهدأوا قليلا ويستسلموا للنوم. لكن الحقيقة العميقة التي لا يخبرنا بها هي أن النوم قدرة فطرية فينا خلقنا الله بها. النوم لا يحتاج إلى دواء، بل يحتاج إلى أمان داخلي، إلى راحة في الجسد.
وهدوء في الذهن وإذن من القلب بأن كل شيء بخير. هذا التأمل ليس بديلا مباشرا عن الأدوية، لكنه وسيلة تدريجية لتذكير جسدك وعقلك كيفية الدخول إلى النوم الطبيعي برفق، بدون مقاومة وبدون خوف. خذ هذا الوقت كهدية لنفسك، لا تحكم على نفسك ولا تتوقع شيئا، فقط استرخي واترك التأمل يقودك بلطف نحو الراحة والنوم العميق. الآن سنبدأ التأمل. اجلس أو استلقي الآن في مكان هادئ حيث لا يزعجك أحد. أغمض عينيك برفق وابدأ في ملاحظة أنفاسك. خذ شهيقا بطيئا وازفر بهدوء. مرة أخرى شهيق وزفير. ومع كل زفير تخيل أنك تخرج كل التوتر، كل الضغط، كل الخوف من عدم النوم. خرج كل التوتر والضغط والخوف من عدم النوم. والآن دعنا نبدأ في تهدئة جسدك. ركز على قدميك. تخيل أن طاقة دافئة ناعمة تلامس قدميك وتجعلهما يشعران بثقل لطيف. ثم انتقل إلى ساقيك، دعها تسترخي إلى ركبتيك، وفي نفس الوقت حس بالحياة التي بداخلك. استرخي فخذيك وكن واعي بالحياة التي في فخذيك، وأنت تطلع بوعيك إلى كل عضلة في جسدك، إلى بطنك، إلى صدرك. اسمع دقات قلبك. استرخي، جسدك يسترخي الآن. اسمح لنفسك بالاستسلام وخذ نفس عميق. لا حاجة للمقاومة، لا حاجة للسيطرة. تخيل الآن جسدك يدوب برفق على السرير، كأنك تنغمس في حضن ناعم وآمن. خذ نفس عميق. والآن لنهدئ العقل. كل فكرة تأتي فقط راقبها، لا تتعلق بها.
كل فكرة تأتي فقط راقبها، لا تتعلق بها. تخيلها سحابة تمر في السماء وأنت تبتسم لها وتدعها تمر. الآن كرر داخلك بصوت هادئ: أنا في أمان. جسدي يعرف كيف ينام. عقلي يسمح لي بالهدوء. وأي فكرة تأتي دعها تمر مثل السحابة في السماء، واسمح لها تحيي. عقلي يسمح لي بالهدوء. أنا أستحق أن أرتاح. النوم يأتي إلي بلطف. تخيل أنك في مكان طبيعي تحبه، ربما شاطئ وربما غابة أو سرير طفولتك. اشعر بالأمان، واشعر بأن كل شيء بخير الآن. ومع كل نفس تغوص أكثر في الاسترخاء. ومع كل دقيقة تمر يقترب جسدك من النوم أكثر فأكثر، حتى لو لم تنم الآن هذا وقت للراحة. الراحة تفتح لك باب النوم. لا تستعجل، لا تحكم، فقط كن هنا والآن. أنت تسترخيه وتسترخي. تنام كالطير.